السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، إزي حضراتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. لقاء جديد مع حضراتكم، بكون سعيد معاكم وبكون أسعد لما بشوف تعليقات حضراتكم، وبكون أسعد وأسعد لما بنبدأ نرد على التعليقات الإيجابية المحترمة وبنوصل لمعلومات زيادة بتعليق حضراتكم. طيب، موضوعي النهاردة بتكلم فيه وبقول نبتدي منين الحكاية. أنا النهاردة هعتبره تنويه. تنويه عن مين؟ تنويه عن الأخ الكبير. هل مع تغير الشهور والسنين، مش هنقول الزمن ومش هنقول القدر لأن دول بإيد ربنا عز وجل، والقادر القدير هو الله عز وجل، لكن أنا بتكلم على تغير الشهور، تغير السنين. هل غيروا الأخ الكبير؟ هل غيروا من الأسس اللي مفروض يكون موجود عليها الأخ الكبير؟ طب هو الأخ الكبير بعد وفاة الأب، أو بعد وفاة الأب والأم، أو بعد وفاة الأب ومرض الأم، ليه أنا بقول الأخ الكبير؟ لأن الأخ الكبير مش مفروض يعني إن هو هيظهر على الساحة بعد وفاة الأب، أو بعد سفر الأب، أو بعد تعرض الأسرة لمشكلة كبيرة اللي بيها إن الأب بيفقد السيطرة أو يمرض أو يرقد. المهم، هو مع تغير الشهور والسنين الأصول اتغيرت، الأخلاق اتغيرت، الأسس اللي احنا اتربينا عليها إن الأخ الكبير يحل محل الأب اتغيرت. يعني إيه اللي مطلوب من الأخ الكبير بعد رحيل الأب؟ يطمع في حاجة إخواته إذا كان عندهم حاجة، يطمع في حاجة البنات إذا كان له إخوات بنات، يطمع في حاجة أخ صغير ليه إذا كان له أخ صغير. ما هو مهما السن اتقدم بالأخ الصغير فبرضه هيفضل صغير لأن فيه اللي أكبر منه. طيب، ولا الأخ الكبير ده مفروض إن هو يكون أناني؟ مفروض إن هو يكون جاحد على إخواته؟ مفروض، لأن هو طبعا اللي وصل للدنيا الأول، ففي إخوات كتيرة اتدلعوا جامد، فمن كتر الدلع بقى في، مش بتكلم على كل الاخوات الكبار على فكره، لا ده في اخوات كبار انا شفتهم بسم الله ما شاء الله اتقوا ربنا على اكمل وجه مع اخواتهم الرجاله، واخواتهم الرجاله اللي اصغر منهم ما كانوش مجرد عيال صغيره، لا ده كانوا رجاله ومتجوزين ومخلفين واولادهم كمان على وش جواز، بس اسمهم صغيرين عن الاخ الكبير. فلما جه الاخ الكبير يستحوذ على بيت الاسره، قبل ما يستحوذ على بيت الاسره كان جايب لكل اخ في اخواته بيت، سواء كنا بنتكلم على وجه قبله او بنتكلم على وجه بحري. اللي بيجي فيهم يتجوز كان بيديله 8 قيراط ارض او نص قيراط ارض حسب ما هيبني البيت، وكانوا بيبنوا له البيت وتمام 24 قيراط مفيش اي مشاكل. فما شفتش اخ وقف لاخوه على ميراث، لان هو ادى بزياده كمان. ما علينا، فهو ده مش موضوعنا النهارده او مش تنويهنا النهارده. ولكن في اخ بقى تاني دايما حتى لو ربنا اداله من الارض للسماء باصص للي في ايد اخواته. فانا ما اعرفش، هي يعني الامور اتغيرت، الاخلاق اتغيرت. طب واذا كانت الامور اتغيرت والشهور اتغيرت والسنين اتغيرت، طب ما هو الاخ الكبير ده اللي النهارده ممكن يكون وصل ل 67 سنه، ل 70 سنه، ل 65 سنه، ايا كان، ل 60 سنه، ايا كان، فمفروض ان الرجوله موجوده فيه. طب ايه اللي خلى الرجوله بعدت شويتين وما بناخدش منها غير بس الصوت العالي والجعجعه، وحط مكانها الانانيه، الجحود، الطمع، الغرور؟ مش عارف يعني ده هو ده الاخ الكبير؟ يعني هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه؟ ولا احنا ممكن نتكلم على الاخ الكريم الكبير اللي راعى اخواته البنات وراعى اخواته الصبيان بعد وفاة ابوه؟ وما بنقولش يضحي بنفسه عشان بس ما نتفهمش غلط، ما بنقولش زي الافلام زمان اسيب الدراسة عشان اقف جنب امي واراعي اخواتي. الرومانسية والكلام ده كله خلاص انعدم من زمان، ده احنا بنتكلم على ناس واقفة على رجليها بالفعل. فالاخ الكبير انهي اخ كبير؟ هل هو الاخ الكريم اللي فعلا
اتقى ربنا بعد وفاة الاب ووقف جنب امه وقال لها ما تشيليش هم يا امي، كتفي بكتفك لاخر يوم في عمري؟ ولا الاخ الكبير اللي ممكن يفتكر حاجات وحشة من وجهة نظره؟ ولا هو الاخ الكبير اللي بيقعد يألف قصص وحكايات وروايات على اخواته بالكذب وبيصدقها؟ يعني يفتري عليهم بالكلام وبيصدق الكلام. يبني يكتب كده سيناريوهات وهو قاعد لمواقف في خياله ويصدقها. على مين؟ على اقرب المقربين اللي هم اخواته. امه مش شايفه منه حاجه حتى لو رقدت مريضه، وحتى لو اصبحت طريحه الفراش مش شايفه منه حاجه. ما بيدخلش عليها مثلا بكيس فاكهه في يوم من الايام، ما بيوريهاش وشه غير يمكن كل سنه مره. هو ده الاخ الكبير اللي ممكن يكون في حياة اي حد فينا. فانا بصراحة لسه الفكرة في دماغي، لان الموضوع كبير جدا. وعلى فكرة انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، احنا ما بنتكلمش وبنحكي قصص وروايات وبنجيب القصص بتاعت الاطفال وبنقرا منها. لا بالعكس، ده انا بكلم حضراتكم من واقع الحياة. الموضوع كبير قوي. يعني احنا لو اتكلمنا بدأنا في الاخ الكبير لوحده، احنا عاوزين حلقات وحلقات وحلقات، مش حلقة ولا اتنين. لانك هتتكلم على الكريم ولا على البخيل، هتتكلم على الطماع ولا هتتكلم عن الاناني، هتتكلم عن الجاحد ولا هتتكلم عن الجشع، هتتكلم عن اللي بيراعي اخواته ولا اللي بيطنش اخواته، هتتكلم على اللي باصص لهم بطمع وما بيحمدش ربنا حتى على اللي في جيبه، ما بيحمدش ربنا على الصحة اللي هو فيها، باصص للي حواليه بصة مش كويسة. هنتكلم عن الأخ الكبير اللي ممكن تكون فيه زوجة في حياته هي اللي ممشياه وتقول له يمين يمين شمال شمال. هنتكلم عن الأخ الكبير لو حد في إخواته لجأ له واتكلم معاه في حاجة صرفت فلوس جوه بيت العيلة، يعني كل واحد قرشين وبيتقسموا على بعض، تحصل معركة ويحصل كلام كتير. هنتكلم عن انهي واحد من دول؟ اكيد هنتكلم في وقت من الاوقات عن الاخ الكبير اللي احنا هنسميه. وهنبتدي منين الحكاية؟ والحديثنا هيكون له بقية. اشوف وشكم بخير. سلام عليكم.